بيبدأ الفيلم مع هال اللي بنشوفه في أول الفيلم مع باباه وهو في المستشفى بيموت، وبينصحه إنه ما يتجوزش أبدا غير عن حب، وإنه يصاحب بس البنات الحلوين، وبيقول له ما تغلطش غلطتي أبدا. وبتعدي 20 سنة وبنروح لهال وهو في البار وبيحاول يشقط بنات من هناك، لكن كل ما بيرقص مع واحدة بتسيبه وبتمشي. وبيكون معاه صاحبه ماو اللي بيفكر بنفس طريقته إنه لازم يصاحب واحدة فاتنة الجمال، وبتظهر جارة هال وهي واقفة معاه وهو بيحاول يقنعها تصاحبه وتخرج معاه في موعد غرامي، لكن هي بترفض بسبب انها مش حاسه باي انجذاب ناحيته. وتاني يوم بيروح هالة على الشغل وبيكون متحمس انه هيترقى، لكن بيلاقي ان حد تاني اخد منه الترقيه، وبيزعل هالة وبيتعصب وبيركب الاسانسير مع دكتور توني وبيسلم عليه. وهم بيتكلموا الاسانسير بيعطل وبيقف، وبيفضل يحكي للدكتور عن مواصفات البنت اللي نفسه يرتبط بيها وانها لازم تكون جميله قوي. وتوني بيقول له ان فكرته عن الجمال غلط، وان الجمال الحقيقي هو الجمال الداخلي. وبيقول له انا هساعدك تحل المشكله دي، وبيحط ايده على دماغه وبيعمل له تنويم مغناطيسي بحيث يشوف الجمال الداخلي للستات مش بس الخارجي. وبعد ما بيخرج من الشركه وبيكلم اي بنت بيلاقيها بتتكلم معاه مش بتسيبه وبتمشي زي ما هو متعود، وبيكون مش عارف انه تحت تاثير التنويم المغناطيسي. وبالليل بيروح البار وبيتعرف على 3 بنات وبيرقص معاهم كلهم، بس صاحبه بيبقى شايفهم وحشين جدا وهال شايفهم حلوين جدا. وبيساله صاحبه وبيطمن عليه لو هو كويس، فبيقول له ان هو تمام. وتاني يوم بيقابل روزي وبتكون بنت وزنها كبير، بس هو بيبقى شايفها جميله ورشيقه بسبب تاثير التنويم المغناطيسي، فبيكلمها وبيعرض عليها يتغدوا مع بعض. وبيروحوا المطعم والبنت بتطلب 2 بيتزا وبيبسي اكبر حجم، وبيستغرب هال من طلبها. وهم بيطلبوا الاوردر الكرسي بتاعها بيتكسر بسبب وزنها، بس هال لانه شايفها رشيقه بيتخانق مع صاحب المطعم وبيقول له ان الكراسي عنده فيها مشكله، وبياخدها وبيمشي. وهم ماشيين بيطلب رقمها عشان يكلمها تاني، وبتكون فرحانه قوي لان دي اول مره حد يطلب رقمها. وتاني يوم بيكون مع صاحبه وبيسال فين البنت اللي احنا مستنيينها، فبتظهر روزي وصاحبه بيتنمر عليها بسبب وزنها، فهال مش بيركز معاه وبيسيبه وبيروح للبنت. وبيبقى صاحبه مستغرب ازاي يصاحب بنت مختلفه تماما عن المواصفات اللي هو عايزها. وتاني يوم روزي بتقول له تعالى اعرفك على اصحابي، وبيكونوا اطفال في مستشفى، وهال بيفضل يلعب معاهم ومش بيكون شايف شكلهم الحقيقي لانهم بيكونوا في قسم الحروق ومصابين جامد جدا للاسف. وبيكتشف ان روزي شخصيتها جميله وروحها حلوه واجتماعيه وبتحب تساعد الناس جدا، فبيقول لها انت جميله وكمان رشيقه. والبنت بتفتكره بيتريق عليها لان هي عمر ما حد قال لها الكلام ده، وبتزعق له وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بتروح له البيت تعتذر له وبياخدها وبيخرجوا، وروزي بتاخده البيت تعرفه على اهلها. وبيطلع ابوها صاحب الشركه اللي هال شغال فيها، وبيقول له انه محظوظ انه اتعرف على بنته وانها جميله، فبيستغرب من كلامه وبيساله انت بتتكلم على مين بالظبط. وهو بيبص على بنته وشايف جسمها ووزنها عكس اللي هال بيقوله تماما. وبيروح لصاحبه وبيحاول يفهمه انه متغير من ساعه ما قابل الدكتور توني، وانه ما بقاش بيخرج غير مع البنات الوحشه. فهال بيفتكروا انه غيران منه عشان معاه واحده زي روزي وبيتجاهله وبيمشي. وبالصدفه بيقابل حبيب روزي القديم وبيتضايق منه لانه بيشوفه وسيم، بس الحقيقه لانه تحت تاثير التنويم المغناطيسي ان حبيبها القديم مش وسيم ولا جذاب خالص. وبيروح صاحبه ماهو للدكتور توني وبيساله انت عملت ايه في صاحبي، فبيقول له انا بس فتحت عينيه وساعدته يشوف الجمال الداخلي للناس. لكن ماهو بيفهمه ان صاحبه حياته باظت وانه هيسيب شغله وهيخسر حياته بسببه. فتوني بيقول له خلاص انا هرجعه زي الاول وانا بس كنت بحاول اساعده. وهنا هال بيكون في ديت هو وروزي، وبتقع روزي بسبب حجمها بالكنبه فبيتضايق عشانها وبيتخانق معاهم في المطعم. وهو بيكلم البنت بتاعت المطعم بيرن عليه صاحبه وبيقول له جمله هال السطحي عاوز بنت. وساعتها مفعول التنويم المغناطيسي بيروح وبيرجع يشوف الناس على حقيقتهم، وبيرجع للترابيزه بتاعته وبيشوف عليها بنت وزنها كبير جدا بتاكل اكله ولسه هيكلمها. بيشدوا ماو صاحبه وبيمشي وبيفهمه انه كان تحت تاثير تنويم مغناطيسي، لكن هال مش بيصدقه لكنه بيلاقي ستات اول مره بيشوفهم بيكلموه وعارفينه، فبياخدوا صاحبه يروحوا وبيزعقوا مع بعض. وبيتخانق هال مع صاحبه وبيقول له انت دمرت حياتي، انا ما كنتش متضايق ولا فارق لي الناس شايفها ازاي، انا كنت شايف روزي اجمل بنت وكنت مبسوط معاها. وفي اللحظه دي روزي بتدخل عليه وبتساله ماله واختفيت ليه من المطعم، فبيحط مرهم على عينيه وبيقول لها انه تعبان وهيكلمها في وقت تاني. وبيعدي اسبوع وروزي بتحاول تفهم منه هو متغير ليه، وبيسيبها وبيتجاهلها في الشركه وبيمشي ليه، فبيفهمها انه عنده مشاكل وهيكلمها بعدين. وبيفضل هال حزين وبيتهرب منها، بس هو بيكون حبها بجد ومش عارف ومحتار يعمل ايه. وبتجيله جيل جارته اللي كان نفسه يخرج معاها وبتعرض عليه يخرجوا سوا، لكنه بيرفض بحجه انه مشغول، ولكن بتتكلم معاه وفي الاخر بيخرج معاها. وبتشوفهم روزي في المطعم سوا وبتزعل وبتدخل تعيط في الحمام، وبتقول له جيل تعالى نروح البيت، بس هو بيرفض وبيسيبها وبيروح يكلم روزي. وبتبقى روزي في وشه اصلا، بس لان شكلها مختلف فمش بيعرفها، وبيعدي من جنبها وبيتكلم
بيتكلم في التليفون، فروزي بتفتكره وبيتجاهلها وبتزعل قوي، وبيرن عليها ويقول لها انت فين، فبترد تقول له انت مجنون ولا ايه، وبتقفل السكه في وشه. وبيروح لابوها الشركه يسال عليها، فابوها بيقول له سيبها في حالها، هي رجعت لصاحبها القديم. وبيروح هال لصاحبها وبيقول له انه ما رجعش لروزي ولا حاجه، وانها بتعمل حاليا حفله توديع لانها هتتطوع في افريقيا وهتسافر. فبيروح لها هال البيت وبيشوف الشغاله فبيفتكرها هي وبيبوسها. اول ما بيشوفها فامها بتيجي وبتقول له دي مش روزي. واول ما بيشوف روزي في الحفله بيقول لها انها جميله قوي، وبيحس انه معجب بيها ومنجذب ليها حتى وهي شكلها مختلف عن اللي كان بيتمناه. فبتقول له اطلع بره لانها بتكون مجروحه. فهال بيقول لها انها البنت الوحيده اللي حبها بجد، وانه ندمان وشايف نفسه غبي لانه عمل فيها كده. فبتقول له انه اتاخر وانها مسافره سنتين افريقيا تطوع. فبيقول لها انه عارف وانه هيجي معاها، وبيركبوا العربيه مع بعض لطريق المطار. وفي النهايه بيتعلم هال ان الجمال مش جمال الشكل بس، لكن جمال الروح اهم بكتير. وكده انتهى الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشوف باقي الملخصات، واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الافلام اللي تحبوا تشوفوا الملخصات بتاعتها. سلام.